وممكن لا. لا 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 لا، تقبلوه غصبا عنكم. لك بابا شنو ما يصير؟ لك بابا انا ضابط دولة انا مصادق خولة. الظاهر انت ما تعرفني زين. انا كامل مفيد، اذبح من الوريد للوريد، اكبر تاجرة قاعدة على الحديد، مناوش الدائرة من المنتسب للعميد. لك اعزلها للمدرسة ولي. قضيتك مكيسة. الله يخليك استاذ، قال له انت احسن ضابط، وما دام قضيت يمك انا بامان. يابا القضية مو يمك، اصلا انت اوراقك جت يم افقر ضابط بالمديرية. تدري لو مستلميك علي دولار واحمد شفر لسعد شكني كان السووا بيك؟ كان دفعوك فلوس فوق المسروقات مالتك. بس انا كامل مفيد ما فد يوم رجعت بريد. يعني استاذ هسه شلون انا وشك شيء؟ لا 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 لا، شوف هسه انت فهمتني غلط. القاعدة شو تقول؟ شو تقول استاذ؟ ممنوع التوريق اثناء التحقيق، بس ما طول تفاهمنا ابرز. شو ابرز استاذ؟ ابرز. شو ابرز؟ ابرز اوراقك التحقيقية. خمسين، 100، 150، 200، 250، 300 و50 و50 400 450. القضية صعبة. 500. أقول لك بلروني هاي الأوراق. جيب خلي هاي الأوراق يمي. والله نعلك والديهم. سحل كتنتن كل أنواع التعذيب. أنا كامل مفيد حتى شواربي تلعب حديد. استاذ انا خايف لان المسروقات انه بتروح. شو وقت تريد المسروقات؟ باكر؟ اليوم؟ البارحة أجيب لك إياهن. أنا كامل مفيد اللي ينباق منك مستعمل أرجع جديد. زين استاذ انت اخذت كل اوراق التحقيقيه وانا ترى مبيوق ومتضرر. أنت بعدك ما فهمت اللعبة؟ أنا كامل مفيد أقعد المراجع على الحديد. والنعم. حبيبي علاوي انا موجود بالبيت. جا الضابط انتبه. يلا سوي تعداد. ضارع علي. نعم. عمران طالب. نعم. رزاق سعد. نعم. وقف وقف وقف. قلت لك مو رزاق ترى زينه. يا سيدي انا رزاق بس انا بريء. انتم كلكم بريئين. انا جايبك من الحرم الجامعي. العينتين هنا ملاك رحمه. جراح اختصاص بالقراصه 111. انتم كلكم طيبين. نعزل المركز ونفتح جمعيه خيريه. لكم انا كامل مفيد الوحش. اليوم افرش وجوهكم فرش. لك اليوم خفارتي اتونس عليكم. اليوم اسويكم فيلم رعب. عندكم بوتينات؟ ليه سيدي؟ اليوم اركبكم. انتم ما تصير لكم شاره الا متكم بالخفاره. بالك انا خفارتي معروفه. نظام سلام التزام. ماكو مخالفات، ماكو مواجهات، الا اذا التزمتوا بنظامي، وانا نظامي كلش معروف. العلاقه الطب بلا مواجهه ب$50. المواجهه هنا يم الباب $100. المواجهه تروح تقعد ويا قرايبك بالنظاره $200. تنطيني $300 المواجهه بغرفه ضابط خفر ومشروبكم علي. التليفونات، التليفون القديم $50 والظل تنجر للصبح. تليفون ابو الكاميرا سمارت 100,000. تشكني بالخضره انطيك الباسورد مال الانترنت ويا 3 جيجا تحميل، ويتشات، واتساب، فايبر، يوتيوب للصبح. تصير لوتي وتنطي الباسورد لصاحبك. انا اعرف كم تليفون مكنك عدل وقبل وين للانفرادي. سيدي بيه مجال يجيبون لنا بيلزل لفاط صاج. لك بابا هو توقيف لو صاج الريف. لك ليش ما تروح تقعد بمكاني وتتفرج على الدوري الاسباني؟ قشمر لك هي هاي شوارب لو دراجه هارلي. بس اذا شكيتني بالخشنات افرش لك بغرفتي تبات. وبما انه انتم خوش ولد وقفتوا ساكتين وحبابين وتسمعون الكلام، انا راح اسوي لكم فقره ترفيهيه. عليك. عافيه؟ ايه روح روح. كتف. اثبت وجودك. شعر
اقطع. كامل ابني، احنا عقدنا اجتماعنا في قيادة العمليات واقرينا موعد الهجوم على العدو راح يكون في الساعة 500 من فجر يوم غد، وراح يكون خط الشروع ومحور الهجوم هو قاطع مسؤوليتنا، وأنا أرتئي حسب الخطة الموضوعة أن تكون القطاعات. سيدي بلدي باجي، قل لي شو تريد من الأخير؟ أنا أعتقد المفروض أنه نسوي هجوم على العدو. شنو نهجم سيدي؟ يعني بالسلاح والعتاد الموجود عندنا. سيدي السلاح والعتاد اجى قسمته وطقيته وراح. شلون تبيع السلاح والعتاد بدون ما ترجع لي؟ ادري العاد سيدي ذاك الاسبوع منين اجيب لك فلوس؟ ادري العب بات واجيب لك المالات. بعدين سيدي ما طول الجيب مرتاح، شك تسال على السلاح؟ المفروض كنت تخبرني بهذه التفاصيل قبل ما اعقد اجتماعي مع قيادة العمليات. افرض ما طقيته وظل نايم على قلوبنا، من يهجم بي؟ يعني اكيد القطاعات والجنود الموجودين عندنا. سيدي يا قطاعات يا جنود غير كلهم فضائيين. احنا عندنا جنود فضائيين؟ احنا عندنا جنود اصلا؟ يعني ماكو احد مداوم في الوحدة؟ لا سيدكم مداومين. بعدين افرض سيدي مداومين، ابني وابنك من يوديهم من المدرسة؟ حماياتنا شلون؟ سياراتنا مصفحاتنا من يسوقهن؟ مرتي ومرتك من يوديهن يجيبهن يسوق لهم؟ بعدين اقف سيدي يا حكومة يا دولة، أنا راحت مرتي أولى، بعدين إذا نرجعهم للدوام راح تسوق علينا المدام. بعدين أنا أمتلك حل ممتاز. قول سيدي. أنا أرتي أنه نجيب سلاح الحمايات اللي موجود عندنا ونضعه بطريقة إعلامية على الأرض ونصوره بالكاميرا ونقول هي هذه الأسلحة اللي غنمناها من العدو في الهجوم المفترض. الله يا سيدي. أعجبك أنا، أعجبك. فكرة رائعة. الله يخليك. بس فيها مشكلة بسيطة. وهي؟ سيدي السلاح والعتاد مال الحماية هم جتي قسمته وطقيته. يعني احنا ما عندنا ولا قطعة سلاح في الوحدة؟ يعني أدري مركز شباب لو وحدة عسكرية. لا سيدي عندنا، شلون ما عندنا؟ وين؟ سيدي هذا المسدس اللي بصفحتك وباقي لأنه بصفحتك، وإذا الله يهديك هسه أقرب لك إياه نقد. وشنو الحل؟ سيدي الحل كلش بسيط، انسحاب تكتيكي وثلاث أربع محافظات بوجه العراق ما يضيعن. بعدين أوقف سيدي، أنا كامل أبو الليخ أبيع الوحدة تفصيخ. بارك الله بيك. امسح السبورة هاي تذكرني بكرة القدم هذه. شنو هاي اللغوة؟ عراقي ودولار، من غاد لازم نوحد العملة. اوقف بعد بلا حكي ولا استهتار، الخمط كله بالدولار. خل اقسم، هذني للبيت، هذني للكيت، هذني للترانزيت. انا معوج انا. لا هلا بيك من جيت. شكو حجي تفضل امر. سلمان موقوف عندكم. شو اسمه ابوه؟ اسمه ابو سلمان. والله معلومة عظيمة. لا هو ابوه. هو اسمه ابو سلمان. يا حجي بس فهمني. بيت ابو سلمان. حجي ابدا اقول لك. ابو سلمان قباده. افتهمنا. اي خنادر ابوه شو اسمه؟ اسمه ابو قنادر. اوقف حجي، اوقف. تتدوخ تقتل. اي هذا موقوف عندنا معترف. ايش بيه؟ طلعوه. حجي يعني المالات حاضرات، نغير فايد، نشق اوراق. حجي من الاخير، اذا جيبك ثقيل اسوي لك المستحيل، بس اذا جيبك خفيف صاحبك يخيس بالتوقيف. اعطيك 1000 وربع دولار؟ لا عراقي. حجي انا كامل مفيد النار، ما اقبض بس بالدولار. اطلع برا حجي، اطلع. لقلق. منو؟ سلمان. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يا ولد، حسب المعلومات المتوفرة لدينا ولما جاء بإفادات المشتكين بوجود أسلحة ومسروقات عند المشتبه بهم، وهم كل من جاسم محمد الملقب جاسم يابسة، وسعد عدنان الملقب سعد بلتيقة، ومحسن حياوي الملقب محسن جنية، توجب أخذ الحيطة والحذر عند المداهمة وإجراء القبض والتحري. أنا شريتكم، أريدكم تراقبوا لي كل المداخل والمخارج. راح تنقسمون مجموعتين،
المجموعة الأولى راح تهاجم عن طريق السطح، طلع قبلكم ملازم أول سنان. المجموعة الثانية راح تداهم من الباب بقيادة ملازم أول ساطع. وأنت بن سندس أريدك تبقى يمي. سيدي أمه اسمها مو سندس. أعرف، وإذا ما راح تجر عدل راح أقول اسم أمك الحقيقي، ولك فضحتني ولك خربت المصلحة. أكبر شغلة تفضها ب3 كرتات أم ال10. لك كم مرة ينقلوك الغيرة ما كنوا أنا رجعك. لك لو ما أني النذل كان هسه عرضيك بسوق الغزل. يلا يا شباب أريدكم تتوكلون، وبين ما يكمل الاقتحام أنا أروح للحمام. شلون بتوزيع المهام؟ يلا توكلوا على الله. ملازم وساطع، اخذ المتهمين والشرطة الباقين وتحركوا العجلات، بقي لي بس ابن سندس هنا. يلا على مود محضر الضبط، يلا تحرك. بابا ديباجة تعرفها، تنفيذا لقرار السيد قاضي التحقيق المحترم المؤرخ بتاريخ 23/3/2016 المتضمن إجراء القبض والتحري على المتهمين. همين هاي اسمائهم موجودة انزلها. تم ضبط المبرزات الجرمية التالية. ذني المالات يا سيدي جيب. جيد زينات. بابا تدري بيه أنا ما أقبل حرام، فلس حرام ما يطب بجيبي. أذني ورا ما نكمل عدل وقبل للتشكمشة. صار سيدي. اوكي سجل. لقد تم إيجاد مبلغ 1750 دينار عراقي فقط لا غير. سيدي راح تاخذ كل الدولار؟ لك بابا أنا كامل مفيد الخطر، ما تعامل بس بالخضر. ما لك علاقة بابا، سجل سجل. سلاح ايش لقيته؟ سيدي 8 بنادق 5 مسدسات راح اسجلهم. وقف لك وقف، ايش سجل؟ بالسندس. لك أنا مسوي مداهمة ولا داجر مكالمة؟ سجل. صار سيدي. ولقد وجدنا عدد 3 توثية، وعدد 2 قامة، وعدد 2 سكين المسماة أم الياي. سجلتهم بابا؟ نعم سيدي. طبعا ما أوصيك هاي البنادق والمسدسات ذني أمانة. عدل وقبل بصندوق السيارة. صار. مو تغطيني هيك بوسطه ماكو؟ رتب أمورك أنت. نعم سيدي. ذهب ايش قد لقيته؟ سيدي تقريبا 3 كيلوات. 3 كيلوات. سجل. ولقد وجدنا في موقع الحادث القطع الذهبية التالية ذكرها: عدد 1 حلقة الزواج عيار 18، عدد 2 زنجيل ذهب برازيلي مكفول أصفر اللون ثابت هذا إعلان. اكتب عدد 2 زنجيل ذهب برازيلي. الذهب شنو خليته بالجنطة؟ جو الاستاح. صار. الوسطى نفسها حطيتوها؟ نفس الوسطى سيدي. جوا. سيدي اخاف نلزم ذن وراء المسؤوليه سيدي. لك ابن سندس جبان، خربت المصلحه. باكر عقبه ذولا من يجيبوا لك المالات ويريدون يسدون القضيه. شلون تنسد محضر الضبط كله فلوس وذهب وسلاح؟ بعدين افرض ما اجوا وما جابوا المالات، فلوسنا من محضر الضبط طالعات. لك كان كامل مفيد السبع بالخمط ماخذ درع. الله